السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على كذب المندوبين والسبع كذبات او اكتر زي ما انا قلت للمندوب. المشكله في المشكله ان انت لو راجل مسؤول وتنيتك مصدق كذب المندوب وساكت هتبقى مشكله. ليه؟ لان هي دي هتتحول لقصه كبيره في الارقام. طبعا انت طول ما المندوب يكذب عليك هو اصلا ما بيحققش، فبالتالي هو كمان ارقامه سيئه جدا، فبالتالي بعد كده بتلاقي نفسك انت في ورطه كراجل مسؤول مبيعات. هتلاقي نفسك في اخر الشهر طبعا هو كل يوم بيكذب عليك، اصل انا رحت، اصل انا ما لقيتوش، اصل انا ما جاش، اصل العميل لا، اصل هو السعر غالي، اصل فاهمني. طبعا انت كراجل مسؤول مبيعات لازم تاخد اكشن في الحاجات اللي زي كده على طول من الاول. لو ما جاش لا تعالى انا وانت ننزل له تاني مع بعض. اصله بيقول لي السعر غالي، طب تعالى نروح له نشوف ايه الموضوع معاه ونبدا نعالج الاعتراضات اللي هي بتاعت معالجه الاعتراضات اللي اتكلمنا عليها وازاي تحلها. لو اتصل وما ردتش لا احنا نشوف مكانه فين ونروح له. السعر المنافس كده، طب خلينا ننزل نشوف المنافس. لو المندوب فعلا صادق ولقيت المندوب صادق، انت كراجل في اداره المبيعات لازم تحل معاه، لازم تشوف له حل للقصص اللي هي موجوده معاه. هل فعلا المنافس في فرق ما بينك وما بينه كبير جدا؟ هل في مشكله مع العميل نفسه؟ ساعات العميل نفسه مبقاش حابب المندوب، عايز يشتغل مع الشركه بس في مشكله شخصيه مع المندوب. ساعات كانت بتحصل معانا، بتلاقي المندوب في المنطقه بتاعته كلها زي الفل بس عنده عميل كويس وكبير والعميل نفسه كويس بس ما بيشتغلش معاه. يا ابني ما بيشتغلش معاه، يقول لك لا اصله مش عايز. يا باشا انت ايه الاخبار؟ يقول لك لا اصله ما لقيتوش. بيتهرب بقى، انت تلاقي بيتهرب منك وبيتهرب من العميل بتاعه لان ما فيش يعني ريليشن كويس ما بينه وما بين العميل. في الحل زي كده انت راجل مدير مبيعات او راجل مسؤول مبيعات لازم تاخد اكشن ولازم تحل الموضوع. يا اما تغير المندوب يا اما تنزل مع المندوب تروح. طبعا هو تغيير المندوب لمنطقه ثانيه ده صعب بصراحه بس هو حل. الافضل ان انت كراجل برضه مسؤول مبيعات او مدير مبيعات انت بتحل الموضوع ده ازاي؟ ان انت بنفسك بتروح للعميل، ايه القصه وطب ايه الموضوع؟ جايز في مش ذنب المندوب، جايز في سعر عايز يتعدل، جايز تعمل للعميل عرض. فانت كراجل مسؤول مبيعات او مدير مبيعات لازم تساعد المندوب ان هو يحل الحته دي. الافضل ان انت المندوب الكويس ولو بيكذب الافضل انت تعالج الموضوع ده، ما تفرطش فيه. وبيتعالج زي ما قلت لك ان انت هو طول ما هو عارف ان هو مش هيعرف يكذب عليك، انت فاهم القصه ماشيه ازاي، مش هيكذب عليك ومش هتلاقيه بعد فتره لو انت زي ما بيقولوا كده اديته الامان وصدقته وساعدته ان هو ما يكذبش وساعدته في شغله ان هو يحقق ويحل مشاكله، خلاص مش هيكذب عليك، مش هيحس ان الموضوع مستاهل كده ومش هيحس ان الموضوع زي ما بيقولوا يستاهل ان هو يكذب على مديره او يستاهل ان هو يكذب على شركه او يستاهل ان هو يخسر ممكن وظيفته، لان الكذب ساعات ممكن يخسر واحد وظيفته اصلا. كمان في نقطه مهمه قوي، في فرق ما بين الكذب والتفاؤل اللي هو ايه. في ناس يقول لك يا عم انا هعمل الشهر ده تارجته مثلا 200,000، يقول لك انا هعمل 500,000. ده بيكذب عليك لانه هو مش عارف يعمل 500,000 بس هو متفائل زياده عن اللزوم. وبرضه ده لازم احنا بنعالجه بان انت عايز يوصل ل 500,000، تعالى وصل ل 500,000 بس تعالى نفكر هنوصل لها ازاي. هنوصل لها تدريجي، هنوصل لها بعروض. هل عندك عميل عنده طلبيه كبيره ممكن تطلع بتارجتك ان انت توصل كده؟ فالتفاؤل نوع من انواع الكذب اللي هو طبعا هو ما بيكذبش عليك بس هو شايفه متفائل وشايفه ان هو عايز يعني يحقق رقم كبير بالشكل ده. فطبعا الدخول في التفاصيل مع المندوب دي مهمة جدا جدا جدا. دخول في تفاصيل الزيارة، دخول تفاصيل توقيت الزيارة، دخول تفاصيل مشكلة العميل، دخول تفاصيل في طلبية العميل، في تسعير العميل، في مشاكل العميل. دي حتة مهمة جدا 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 لإدارة المبيعات. لو إدارة المبيعات ما دخلتش بشكل كبير في كل صغيره وكبيره المبيعات اعتقد ما بقاش لها لازمه. لو انت مدير مبيعات او مشرف مبيعات ومش عارف كل قصه على كل مندوب بتاعك وعارف مكانه وبينزل فين وعارف تفاصيل منطقته، وطبعا الزيارات الكتير للعملاء والمناطق دي هي جوهر الاداره، اللي انت بتعرف المنطقه بشكل كويس
مندوب مش موجود انت بتعرف تحل، مندوب مشي انت بتقدر تنزل واحد مكانه وانت عارف الدنيا ماشيه ازاي. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. فبالتوفيق يا شباب، وللمندوبين اوعى تكذب، خليك صادق وخليك راجل وما تخافش. وبالتوفيق يا شباب، تحياتي ليكم. ما تنساش سبسكرايب، اشترك في القناه. تحياتي ليكم، مهاب الناحي، مدرسه البيع.